في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نسوي الإعداد الجوال، نسخة احتياطية واستعادتها عن طريق الآي كلاود، وكيف نحمل التطبيقات، وكيف نسوي إعادة تعيين الجهاز فورمات، وهذا كله عن طريق الجوال. أول حاجة راح نحتاج شريحة من مقاس نانو ندخلها ونبدأ في إعداد الجهاز. نختار اللغة، المنطقة، نختار شبكة الواي فاي، ندخل كلمة المرور. هنا يخيرنا إذا نبي نمكن المواقع أو لا، وهنا التاتش آي دي خلونا نأجلها شوي، وكمان إنشاء كلمة المرور نأجلها. في هذه الشاشة يسألنا إذا نبي نستعيد بيانات لنا أو هذا الجهاز جديد، نختار إعداد كآيفون جديد. هنا يسألنا إذا عندنا أبل آي دي أو لا، نختار ليس لدي أبل آي دي أو نسيته. وهنا نختار إنشاء أبل آي دي مجاني، يطلبنا بالتاريخ الميلاد ويفضل يكون صحيح، ندخل الاسم الأول واسم العائلة. وهنا يسألنا إذا نبي نسوي حساب آي كلاود أو نستخدم بريد إلكتروني عندنا، نختار احصل على عنوان بريد إلكتروني مجاني، ندخل عنوان الإيميل اللي نبيه، ندخل كلمة المرور والتحقق، ونبدأ نجاوب على أسئلة الأمان، ولازم نحفظها في مكان عشان إذا نبي نسترجع كلمة المرور راح نحتاجها. والحين يسألنا عن تكبير الشاشة، نختار طريقة العرض المناسبة ثم نختار التالي، والحين نختار بدء، وكذا خلصنا إعداد الجهاز. كيف نحمل التطبيقات؟ ندخل الأبل ستور، في خانة البحث نكتب اسم التطبيق اللي نبي نحمله ونبحث عنه. إحنا التطبيق هنا قد حملناه، نرجع مرة ثانية نحمله وننتظر لين ما يكمل التحميل، وكذا التطبيق عندنا. الحين راح نتعلم كيف نصلح إعادة تعيين أو اللي هي الفورمات، بس قبل لازم نطلع من حسابنا الآي كلاود عن طريق ندخل الإعدادات، آي كلاود، نقفل العثور على الآيفون، ثم نسجل خروج. نرجع للقائمة الرئيسية، عام، وننزل تحت شوي إلى إعادة التعيين، ونختار مسح جميع المحتويات والإعدادات. نختار مسح الآيفون وما زال يأكد علينا، نختار مسح الآيفون، وكذا فرمتنا الجهاز. كيف نسوي نسخة احتياطية عن طريق الآي كلاود؟ ندخل الإعدادات، الآي كلاود، لازم نتأكد إن عندنا مساحة كافية. نختار نسخ احتياطي ونشغل الخيار. ثم نضغط على نسخ احتياطي الآن وننتظر، وكذا تمت العملية. كيف نسوي استعادة نسخة احتياطية من الآي كلاود؟ نختار اللغة، المنطقة، نختار شبكة الواي فاي وندخل كلمة المرور. يخيرنا إذا نبي نمكن المواقع أو لا، وهنا يسألنا عن التاتش آي دي، خلونا نأجلها شوي. كمان إنشاء كلمة المرور نأجلها. في هذه الشاشة يسألنا إذا نبي نستعيد بيانات لنا أو هذا الجهاز جديد، نختار استعادة من نسخة آي كلاود احتياطية، وهنا ما زال يسألنا عن تاتش آي دي وكلمة المرور. يطلب مننا الحين ندخل بيانات حساب الآي كلاود، ندخلها وننتظر شوي، نوافق على الشروط والأحكام، وننتظر إلى أن تظهر النسخة الاحتياطية في هذا الحساب. نختار النسخة اللي نبيها وننتظر إلى أن تكتمل الاستعادة. وكذا تمت المهمة. وكذا نكون تعلمنا في هذا الفيديو كيف نسوي إعداد الآيفون 6، كيف نحمل التطبيقات، كيف نسوي تعيين الجهاز اللي هو الفورمات، كيف نسوي نسخة احتياطية عن طريق الآي كلاود، وكيف نستعيدها.